السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض شويه رز بشعريه كده، حاجه تمام جدا. وكمان صينيه بطاطس طعمها حكايه من غير لحمه وفراخ ومن غير اي بروتينات. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا بينا نبدا. حله سخنه على النار جدا، وهحط فيها شويه زيت محترمين كده، وهنزل فيها بكوبايه من الشعريه. هحمرها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. لازم تتحمر معايا وما تسيبيهاش لانها ما بتاخدش وقت خالص. وصلت معايا للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ كده أحط معايا مكعب من مرقة الدجاج. جربوه يا جماعة، هيعجبكم ما شاء الله، يعني طعمه حكاية بجد. وهديها تشويحة تاني كده عشان أحمص المرقة نفسها. ننزل بالرز المغسول والمتصفي، وهبدأ أشوحه كويس جدا 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 مع الشعرية والزيت ومرقة الدجاج عشان أغلف كل حبة رز كده تبقى طعمها حلو قوي، وكمان مفلفلة مستوية كده وتمام. شوحنا كويس جدا زي ما انتوا شايفين. رشة سكر صغنطوطة قوي بتختلف جدا في الطعم، يعني بجد بيفرق معانا. وبعد كده كوبايتين مية، وابدا اظبط الميه كده والملح بتاعي كمان، واغطي على الرز يغلي غلوتين على نار عاليه، وبعد كده بتهديه شمعه يستوي على مهله خالص مع نفسه. نبدا بقى نقول بسم الله ونحضر صينيه البطاطس. البطاطس بتاعتك على حسب افراد اسرتك طبعا. بتقطعي الكميه اللي انت عايزاها وتقطعيها شرايح وتشطفيها كويس جدا. بسم الله. وننزل هنا بعصير الطماطم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نبدا نحط الاضافات بتاعتنا. شرايح من البصل، يعني بصله كبيره حلوه كده قطعيها شرايح. وفلفل اخضر برضو تقطعيه شرايح، ويا سلام بقى لو تحطي معاهم قرن شطه. خطيره يا جماعه. لكن طبعا اللي مش بيحب الحاجه مشطشطه او حاميه بلاش. نقلب المكونات مع بعضها ونبدا ننزل بقى كده بالبهارات. معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، شويه ملح، والملح طبعا حسب الرغبه او حسب الذوق عندكم. معلقه كده صغيره من البابريكا. معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من البصل البودره، معلقه صغيره برضو من البهارات المشكله، ورشه كمان صغيره من السكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم والبصل. ونبدا بقى نحط كمان مكعب من مرقه الدجاج. احنا طبعا مش مستخدمين شوربه، وكمان مش عاملين ولا لحمه ولا فراخ، فده البديل بتاعها. حطينا مكعب كده من مرقه الدجاج، وهنحط شويه حلوين كده بتاع نص كوبايه مثلا من الزيت. بجد يا جماعه الزيت بيخلي البطاطس طعمها حكايه. ومعلقه صغيره من السمنه لو متوفره، مش متوفره خلاص مش مشكله. عندك حته دهنه صغنطوطه ممكن تحطيها. لكن جربوا كده بس الصينيه دي كده وهتدعوا لنا ان شاء الله. هنزل كده بثلاث اربع ورقات من ورق اللورا، وكمان واحده من اللومي. بس قبل ما تحطي حبايه اللومي او وحده اللومي دي، اخرميها خرم صغنطوط كده عشان تنزل كل الطعم بتاعها وهي بتغلي مع طاجن البطاطس. على البوتاجاز وهو متغطي كده تقيدي عليه يغلي 10 دقايق، وبعد كده تطفي البوتاجاز وتدخليه الفرن وتسيبيه لحد ما يستوي خالص وياخد وش محترم كده، وتبداي بقى تغرفي الرز بشعريه والبطاطس جنبها. بجد ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله كتير، وتدعوا لنا دعوه حلوه بزهر الغيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.